السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. كنبغي اولا نرحب بكل المتتبعين الجدد. كنرحب دائما بالناس القدام اللي معايا. شكرا على تعاليقكم، شكرا على وفائكم، شكرا على حبكم للقناه. شكرا لكم بزاف. كما كتشوفوا على الفيديو غادي نصايب هذا النهار هاد الاصابع ديال الشوفان، ولكن بدون فرن، نزولا عن طلب بعض الاخوات. اذا هنا على بركه الله غادي نصايب هاد الاصابع ديال الشوفان، ولكن مذاق مغربي. هنا كما كتشوفوا عندي الشوفان بحال هذا الشكل هذا، يعني بلا ما طحنوه. عندي هنا تقريبا 300 غرام. غادي نحتاج العسل. عندي هنايا المشماش يابس مقطع، انا هذا بيو، داكشي علاش كتشوفوه اللون ديالو مغاير. عندي واحد شويه ديال الزبيب، تقريبا واحد 3 معالق من كل حاجه. عندي هنايا الكاوكاو مهرمش، محمر ومهرمش، 3 المعالق حتى هو. حبيبات الشوكولاط اختياريه، بغيتو ديروهم بغيتو ما ديروهمش. عندي هنايا بذور الكتان بزوج الوان، كنت خديت المره الاخيره وريت لكم في واحد الفيديو هذاك النوع. عندي معلقه كبيره من كل حاجه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزريعه والقرعه. هنا هذا قشور ديال البرتقال ولا ديال الليمون معسلين. عندي هنا النافع والبسباس، معلقه صغيره غادي نخليهم هكا. وعندي القرفه، وبطبيعه الحال كاين ليها الجنجلان وحبوب الشيا. بالنسبه للمقادير نتوما كتحكموا فيها، بغيتوا المذاق اكثر ولا اقل. انا هنا كنقول لكم مقادير اللي درتهم وغادي نعاودهم في نفس الوقت وانا كنصايب معكم. هنا اول حاجه غادي نديرها، بما انه ما غاديش يدخلوا للفران، خصني نحمر هذاك الشوفان باش يعطيني مذاق زوين. هنا كما قلت لكم درت 300 غرام، تقريبا 300 غرام ديال الشوفان اللي عندي في هاد العلبه. تقدروا تضاعفوا الكميه، تقدروا ديروا نصف الكميه، نتوما على حسب شحال بغيتو ديروا. بالنسبه للمكونات الاخرى راه كتزيدوا وانتوما كتشوفوا عندكم ميزانكم. هنا غادي ندير داك الشوفان يتحمر، غادي نزيد عليه كاوكاو واخا محمر غادي نزيدو. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكركاع، اي حاجه بغيتوها. هنا زدت هذوك بذور الكتان بجوج انواعهم. درت حبوب الشيا والجنجلان حتى هما يتحمروا. الزريعه بزوج الانواع ديالها حتى هي. بالنسبه كما قلت لكم غادي يكون مذاق بحال الفقاس. هاد لي باغ سيريالي غادي يحمقوكم، لانه تقريبا بحال المذاق ديال الفقاس تماما. هنا درت داك الزراره حتى هما يتحمروا. خليت غير هاد المواد اللي ما كيتحمروش. بطبيعه الحال القرفه غادي نخليها في اخر لحظه باش تخلي لي المذاق ديالها. هادو غادي نزيدهم من بعد هما والعسل. دابا غير هادو غادي نحمرهم، ولكن ماشي بزاف البنات باش ما يمشيوش منهم الفوائد الغذائيه ديالهم. يعني غير بدا كيتحمر صافي وكنطفيو عليهم. داكشي علاش انا ما بغيتش نديرهم في الفران. راه سبق لي كاين وصفه اخرى اللي درتهم في الفران، تقدروا تشوفوها، راه كاينه في القناه. غادي نخلي لكم رابط الوصفه في اسفل هذا الفيديو. كيجيو زوينين ساهلين عمليين، يقدروا يديوهم للخدمه، تقدروا يديوهم المدرسه للدراري، لكل شيء. مهم كيجيو زوينين. انا هنا نسيت ما ذكرتش لكم الزيت اولا الزبده. هنا انا غادي ندير زيت الكوكو كما كتشوفوا، غادي ندير 3 المعالق كبار. تقدروا ديروا الزبده وهي سخونه، يعني غير تحيدوا هذوك الشوفان من فوق النار. كتزيدوا الزبده. انا هنا شويه بردات لان ما خليتهاش سخونه، لانه درت الزيت ديال الكوكو. غير شويه بردات وزدت هذاك الزبيب والمشماش والقشور ديال الليمون والقرفه. غادي نزيد العسل. انا غير الشوكولات اللي غادي نخليه حتى يذوب لي تماما، ماشي تيدوب، باش ما يدوبش، حتى يبرد لي تماما هذاك الخليط عاد نزيد الشوكولات. هنا بالنسبه للعسل ما نقدرش نقول لكم شحال، لانه على حسب الكميه اللي غادي ديروا. انا هنا كما شفتوا درت 3 المعالق كبار، هما اللي غادي يكفيوني. غادي نجمع بهم يعني 100 غرام ديال الشوفان، معلقه كبيره ديال العسل. غادي تشوفوا بانهم فيهم العسل، فيهم هذه غادي تقولوا بانه فيهم لي كالوري بزاف، بالعكس، لانه غادي يخرجوا لنا واحد الكميه كثيره. غادي تشوفوا معايا صحيين وما فيهمش سكريات بزاف، والسكر ديالهم يعني فيهم العسل. انا هنايا كنشوف واش تجمعات وكنزيد العسل. بطبيعه الحال كتجي على هذا الشكل هذا، راه ما كتجيش يعني قاصحه بزاف البنات.
زدت الشكلاط كناخذوا واحد الاناء ولا اطار. انا خديت اطار فرشت في بلاطو ورق غذائي، تقدروا ديروا البلاستيك الغذائي اولا تاخذوا غير اناء يكون مسدود مول ديال الحلوى، يكون طويل ولا مدور ولا كيف ما بغيتو، من الاحسن طويل باش يجيكم تقطيعه سهله. كنديروا فيها هذاك الخليط كيف ما شفتوا راه ما مشدودش مع بعضياته، ولكن من بعد غادي نقول لكم علاش. نتوما العسل غير خص غير منين تجمعوه بيديكم غير تشوفوا انها تجمعات، يعني تقدر تجمع، فهمتوا؟ ما يبقاش مفتت، غير تجمع صافي وتحبسوا. هنا شفتوني زدت كما قلت لكم معلقه ديال العسل، يعني 300 غرام ديال الشوفان مع 4 المعالق ديال العسل، ودوك المكونات الاخرى غادي تزيدوا نتوما على حسب اسمو كيعجبكم واش بغيتو يكون فيه بزاف ولا لا. غير هادوك الزرار ما تكثروش بزاف، النافع وداكشي ما تكثروش بزاف باش ما يجيكم شمر. انا درت معلقه صغيره من كل حاجه. اما الاخرين يعني الزريعه او زريعه الكتان او زريعه القرعه تقدروا تزيدوا ماشي مشكل. اللوز تقدروا تزيدوا الكركاع كما قلت لكم. نتوما عندكم الاختيار. هنا صافي انا ساليت، غادي ناخذ بلاستيك غذائي غادي نديرو فوق منه، يعني حاولوا ما امكن دير بلاستيك يعني عادي ولا بلاستيك غذائي، حاولوا تغطيوها كلها. وهنا هنا اللي غادي كما نقولوا الخدمه ديال الفران غادي نديروها حنايا، ماشي غادي نطيبوه، ولكن غادي نحاولوا ما امكن اننا نشدوا واحد يا اما كاس ولا زلافه ولا شي حاجه تكون مسطحه، وغادي نحاولوا نضربوا هذاك الخليط، نبقاو بحال هكا بيدينا ولا بالكاس كيف ما بغيتو، تبقاو كتضربوا فيه باش كيتشد كيتماسك مع بعضياته، لاننا ما غاديش ندخلوا غادي ندخلوه للفران. هذاك العسل غادي يذوب وغادي يشد دوك المكونات منين غادي يبرد، يعني العسل غادي يذوب غادي يتشد مع بعضياته، غير نخرجوه من الفران يبرد راه غادي يبس وغادي يشد لنا داك الخليط. دابا حنا ما غاديش ندخلوه للفران، غادي ندخلوه للثلاجه. هذاك العسل خصو يجمد، باش يجمد خص ضروري يشد في هذوك المكونات. المهم كنضربوا مزيان مزيان حتى كيرجع بحال هكا كيف ما شفتوا. انا قربت لكم باش يبان لكم. صافي دابا غادي ندخلو للثلاجه، غادي نخليه 3 سوايع على الاقل الفوق. نتوما وشحال بغيتو تقدروا تخليوه في الليل اولا ديروه في الصباح حتى العشيه، كيف ما بغيتو. صافي من بعد ما خليته انا هنا خليته 3 سوايع في الثلاجه. غادي نحيد هذاك الاطار. علاش قلت لكم الاطار؟ باش يجيكم ساهل، لان الا درتو في شي مول خصكم تقلبوه غادي يعذبكم شويه، ولكن الا ما عندكمش ماشي مشكل. غادي نحيد عليه هذاك البلاستيك. ودابا غادي تجي المرحله الاخيره والنهائيه، وهو اننا غادي نقطعوا هذوك هذا شفتوه راه بلاطو كبير، غادي هذا البلاطو هذا كامل يعني كان عامر، يعني كميه كثيره بزاف. غادي تاخذوا واحد السكين ولا موس ماضي وغادي تشوفوا تحسبوا وتعبروا. المهم عينكم ميزانكم. انا كنت كنميز قبل ما نقطع وضربت حساباتي يعني على حساب العرض شحال غادي تجيني من وحده. كتبقاو كتقطعوا بحال هذا الشكل هذا. بغيتو تقطعوا كبار صغار مربعات مستطيلات نتوما وكيف ما بغيتو كيتقطعوه. ومن بعد غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو نهائي. هاد لي باغ سيريالي كيجيو زوينين بزاف بالنسبه للدراري. بالنسبه للكبار انا بعدا كيحمقوني، حيت علاش فيهم ديك النسمه كما قلت لكم بحال الفقاص. هانتوما راه شاد راسو البنات، يعني ما تخافوش تقولوا راه غادي يتهرس ولا، راه شاد راسو مزيان لان خلينا في الثلاجه. وكما قلت لكم داك العسل راه كيشدو. صافي هنا كما قلت لكم انا غادي نشوف شحال غادي تجيني، غادي نقطع. وبحال قلت لكم كتحتفظوا به عفوا كتقطعوا بحال هكا، يا اما كديروه في علبه ديال الزاج بوطه ديال الزاج وتدخلوه للثلاجه هكاك مقطع، وكل ما بغيتو كتجبدوا منه، يا اما كديروه في بلاستيك غذائي كل وحده كديروها بوحدها وكديروها في علبه وتدخلوها للثلاجه. هكا كيجي ساهل باش انه الواحد ياخذه للخدمه او للدراري المدرسه او لا يعني منين نخرجوا مع الدراري وعوض ما نشريو لهم كوتي نعطيو لهم هذا كيشد. زعما الصراحه كيشبع وغني بالفيتامينات، غني بالمقويات بالنسبه للناس ديال الريجيم، بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه، يعني صحي 100%. وهكا كنكونوا عندنا شي حاجه اللي مصايبينها في الدار. انا دائما كناخذوا يعني في الكوتي او في ديك السناك ديال العشيه كناخذ وحده
وبالنسبه انايا عندي هادو درتهم هكا في بلاستيك، كان راجلي يديهم الخدمه كيجيوه ساهلين. صافي هادشي ما كاين الغزالات بالنسبه للوصفه ديال اليوم. نتمنى من الله انها تكون عجباتكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. نخليكم نقول لكم تهلاو لي فريوسكم، تهلاو بصحتكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.